طيب إحنا في الفيديو ده هنتكلم عن أنواع الشعارات أو أنواع اللوجو، بما إن الناس الفترة اللي فاتت واللي متابع معانا الفيديوهات اللي بتنزل على القناة هنا أو اللايفات اللي إحنا بنعملها، فالناس كانت شغالة على لوجو بقى لها فترة أسبوعين متهيأ لي، فكنا محتاجين بس نعرف أنواع اللوجوهات اللي موجودة حوالينا إيه، أنواع اللوجوهات اللي إحنا بنعملها. إحنا ما بنعملش لوجو لمجرد إن إحنا بنعمله كده وخلاص، مش مجرد إن إحنا بنعمل حاجة تعلم شغلنا وخلاص لأ، اللوجو بيبقى ليه أنواع، ليه أشكال. طيب اللوجو اللي أنا باشوفه مثلًا هنا، باشوفه هنا، باشوفه هنا، هابتدي إن أنا كgraphic designer محتاج منّي إن أنا أعرف بس ده نوعه إيه، أو مُصنَّف إيه من ضمن تصنيفات اللوجو. فإحنا تقريبًا عندنا 6 أنواع من أنواع اللوجوهات، هنتكلم عنهم وهنشوف كل تفاصيلهم. المرّة دي في اختلاف شوية إن إحنا في presentation بقى وعاملين حاجات تفاصيلي كده، يعني عايزين ندمج الشغل النظري مع الشغل العملي، لإن الشغل العملي من غير نظري هيُقع. هتحس إن أنت واقع مش واقف على أرض ثابتة. على الأقل لمّا تبتدي تعمل project أو تبتدي تعمل لوجو وحد يسألك إيه أُسس اللوجو ده أو أنت عامل اللوجو ده بناءً على إيه، تبتدي إن أنت تتكلم على النظري اللي عندك. أول نوع معانا النهارده وهو شعار الاسم المختصر أو الletter mark. نركّز في المسمى الإنجليزي، فُكّك من المسمى العربي، يعني المسمى العربي حاطينه كسِنادة بس كده، الناس اللي عايزة تقارن ما بين الاتنين. نوع اللوجو الأول أو الصنف الأول معانا النهارده هو الletter mark. نقرا شوية النظري ده علشان نفهم الدنيا ماشية معانا إزاي. هذا النوع من الشعارات يتكوّن من الأحرف الأولى للعلامة التجارية، وعادةً ما يتكوّن من عدد من الحروف يتراوح ما بين حرفين ل4 حروف. هذا النوع من الشعارات تلجأ إليه الكثير من العلامات التجارية أصحاب الأسماء الطويلة، وبالتالي يكون الشعار في تلك الحالة صغير الحجم وسهل التذكر للعملاء. وهذا النوع يعتمد في تصميمه على النص أكتر من عامل آخر، وبالتالي يظهر بشكل سهل وبسيط للجمهور. ومن الممكن أيضا اعتماد حرف واحد من اسم العلامة التجارية وتصميم هذا الحرف في الشعار بشكل مميز. وبعض الأمثلة على هذا النوع مثلا CNN HP IBM. الناس اللي بتعمل الشعارات من نوع letter mark هي بيبقى عندها اسم الشركة عادةً بيبقى طويل مكوّن من 3 أو 4 كلمات أو 3 أو 4 مقاطع أو ممكن جملة كبيرة، فبتبتدي تاخد أول حرف من كل كلمة وبتطلّع منها logo تمام، يعني مثلًا زي ما شُفنا CNN HP وIBM. هنشوف دلوقتي أمثلة كتير جدًا على موضوع الletter mark، بس مش هيكون على الlogo من نوع الletter mark، هتكون على أسماء الشركات اللي أنا باختصرها تمام، وبتبقى عندي عبارة عن حرف أو حرفين أو 3. يعني الأمثلة اللي إحنا هنيجي لها بعد كده مش إسقاط على الletter mark logo أو مش أمثلة على الletter mark logo. ده هي بس أنا باقول لك الحاجات الأسامي اللي حواليك اللي أنت بتتعامل معاها بشكل يومي كان أصلها إيه، تمام، أو كنوع إن أنت مثلًا لو عايز تعمل logo فممكن تاخد أول حرف من كل كلمة من اسم الشركة وتبتدي إن أنت تطلّع منها logo. يعني شوية النظري اللي إحنا قُلناهم دول باختصار إن أنت بيكون عندك اسم شركة، جاي لك عميل، اسم الشركة كبير جدًا، الشركة المتحدة العربية لصناعات سهّايات الأطفال مثلًا، هتاخد أول حرف من كل كلمة وتبتدي إن أنت تحطّهم جنب بعض وتعملهم بشكل بسيط بحيث إن هو يطلع بشكل أمثلة IBM، HP، CNN. طيب كام حرف؟ زي ما قُلنا كده عادةً يتراوح من بين حرفين ل4 حروف، وساعات بيبقى حرف واحد. IBM 3 حروف، HP حرفين، CNN 3 حروف. ساعات ممكن يكون حرف واحد. يبقى ده أول نوع معايا. أمثلة على أشهر الأسماء المختصرة، حتى أنا كاتب لك فوق أهو أشهر الأسماء المختصرة، مش أشهر اللوجوهات من نوع الletter mark. أنا حبيت أجيب أمثلة بس علشان نعرف الحاجات اللي إحنا بنتعامل معاها دي اختصارها إيه، الحروف LG مثلًا أو فيّة أو مثلًا M&M الحاجات دي هنشوفها دلوقتي. LG Lucky Gold Star. بيقول لك هنا الوصف بتاعه في البداية كانت تسمى جولد ستار وتم إضافة لاكي لاسم الشركة بعد اندماجها مع شركة لاكي كيميكال لتحصل على اسم LG في عام 1995. يعني ده مسمى شركة أو اختصار للاكي جولد ستار اللي هي LG الماركة اللي احنا بنتعامل معاها سواء تلاجات غسالات تلفزيونات تمام. فLG Lucky Gold Star Lucky G Gold Star. العربية من نوع فيات فابريكا إيطاليان أوتوموبيل تورينو الاسم الكامل للشركة والذي يعني مصنع
السيارات الإيطالية من تورينو. خد أول حرف من كل كلمة حطهم جنب بعض FIAT طلع لك ده. تمام. نوع اللوجو ايه هنعرفه بقى لما نعرف الانواع بتاعت اللوجوهات كلها 6 انواع، بس احنا بنتكلم دلوقتي برضو عن اشهر الاسماء المختصرة. اللي بعده IBM اللي كانت معانا فوق، ده ممكن نسقطه على النوع اللي معانا فوق اللي هو الليتر مارك. ايه اختصارها؟ International Business Machine IBM. نشأت الشركة في عام 1911 وحصلت على اسم IBM المختصر من International Business Machine في عام 1924. الحاجات دي مهمة جدا كمعلومات عامة على الأقل حتى لو أنت مش جرافيك ديزاينر. ايكيا، حرف الاي والكي هما اختصار لاسم المؤسس أنجر كامبرات، وحرف الاي والاي قادمان من الميتاريد والمطاريد ايه بس هو الانجوناريد ايا كان يعني، وهما اسم المزرعة والقرية التي نشأ بهما المؤسس كامبراد. شفت الاسم جاي منين؟ يا نهار اسوح. مع ذلك براند مشهور جدا جدا جدا. ايكيا خد اول اسم او اول حرفين من اسمه واول حرفين من المزرعة والقرية. شوف انت بقى دلوقتي لو انت عايز تبني براند باسمك، تمام، وعايز تعمل حاجة زي كده، فاسمك مثلا اول حرفين الاسم والعيلة، وخد بقى البلد بتاعتك والمحافظة مثلا، طبعا هنطلع مواهب لو عملنا حاجة زي كده. فهو ربنا سترها معاه وطلع له ايكيا. تخيل انت اسمك بقى، حاولوا تجربوها كده. تمام، يعني انا مثلا ممكن اجربها على نفسي ام زد ودي دي، يعني ام زد دي يا ساتر حاجه رخمه جدا، يعني يبقى الموضوع صعب. الناس ممكن تكون بتعملها دلوقتي. فهو ايكيا خد اي كي اول حرفين من اسمه، اي اول حرف من القريه، واول حرف من المزرعه اللي هو كان متربي فيها. M&M بتاعت الحلويات الصغيرة دي مشهورة جدا. هذه الشركة تستمد اسمها من اختصار للاسم الأخير لمؤسسيها وهما ويليام موري وفورست مارش. M&M، شفت الاسم جاي منين؟ ام من هنا ام من هنا، الموضوع بسيط على قد ما تقدر، ولا بقى اخترع لي اسم ولا اعمل لي عصف ذهني عشان تطلع لي اسم. ام من هنا يا باشا وام من هنا احطهم جنب بعض، احط جنبهم احط بينهم اند وخلصت. يبقى احنا كان معانا الام اند ام، ايكيا، اي بي ام، فيات، LG. كان في امثله كتير بس دول اشهر حاجات انا لقيتهم بتتعامل معاهم يوميا يعني. النوع التاني من انواع الشعارات الوورد مارك. عايزك تغير او تفرق ما بين الليتر مارك والوورد مارك. نقرا النظري وهتفهم. وورد مارك، وانت لو بصيت على الصور اللي تحت هتفهم قصدي ايه. هذا النوع من الشعارات يتكون من اسم العلامة التجارية كاملا بدون أي اختصارات، ويستخدم هذا النوع في حالة الاسم الجذاب والمميز للعلامة التجارية. يعني أصبح إن أول سطرين دول هو بينفي لك بقى الليتر مارك اللي أنت لسه عارفها من شوية. أنت الليتر مارك كنت بتاخد أول حرف حرفين بتاع، أو أول حرف من كل مقطع كلمة، ده اخبط الكلمة كلها بس لو كانت الكلمة مميزة. ويكون الشعار معتمد على النص بدرجة أكبر، ويكون التركيز في هذه الحالة على نوع الخط وطريقة رسمه. يعني أنت بتركز في الحتة دي إن أنت بتجيب بس فونت كويس شكله كويس. ما عندكش فونت جاهز ممكن إن أنت تكتبه كتيبوجرافي ككتابة هاند ميد. ويهدف هذا النوع لربط اسم العلامة التجارية بشكل سلس في أذهان الجمهور بدون أي صعوبة أو تعقيد. يعني أنت الغرض من اللوجو ده إن أنت تعرف الاسم على طول. اللوجو هو الاسم. كوكاكولا هو اللوجو بتاعها كوكاكولا، جوجل هو اللوجو بتاعها جوجل، الكلمة على بعض. مش لسه بقى هتعمل لي لوجو مثلا حرف كلمة بتاع مش عارف ايه وتوصف للناس، لا هو كده. تمام. وتبقى النقطة الأهم في هذا النوع هي اختيار الخط الذي سيتم تصميم الشعار به. دي أصعب حاجة في الموضوع. فإما أن يكون نوع خط إلكتروني أو نوع خط يدوي زي ما قلنا، يا إما خط جاهز يا إما أنت بتكتبه بإيدك، أو نوع خط يدوي مرسوم خصيصا لشعار المتجر أنت بتعمله مخصوص للحاجة دي. شفنا حاجات كتير جدا بالمنظر ده. وكلما نجحت أنا العربي عندي ضايع، وكلما نجحت في اختيار نوع الخط كلما ظهر الشكل النهائي لشعار متجرك أكثر تمييزا وجودة. وأشهر الأمثلة على هذا النوع جوجل طبعا وكوكا كولا. عندنا جوجل وعندنا كوكا كولا أشهر نوعين للورد مارك. حد عنده أمثلة تانية لشعار الورد مارك جت في دماغه دلوقتي؟ نشوف النوع التالت معانا، الشعار الأيقوني أو الأيكونيك. تمام. نشوف النظري، بس هو من غير النظري احنا أيكون والأيقوني عرفنا الدنيا ماشية ازاي. هذا النوع من الشعارات يكون عبارة عن أيقونة فقط بدون وجود أي نص،
سواء كانت تلك الأيقونة تعبر عن اسم العلامة التجارية بشكل مباشر مثل شعار أبل أو تويتر، وربما تكون الأيقونة لا تعبر عن اسم العلامة التجارية بأي شكل من الأشكال مثل شعار بيبسي أو أديداس. وتعتبر الأيقونة المرتبطة بشكل مباشر بالعلامة التجارية عامل مساعد لربط الأيقونة بعلامتك التجارية في أذهان الجمهور المستهدف. أما الشكل الثاني الذي لا يعبر بشكل مباشر عن اسم العلامة التجارية فيعطي مساحة أوسع لاستخدام أيقونات مميزة أكتر سواء في التصميم نفسه أو في الألوان، وبالتالي من الصعب أن يتم تكرارها. وتذكر أنه في هذا النوع ستظل الصورة التي تعبر عن شعار المتجر مرتبطة في الأذهان بعلاماتك التجارية، فيجب أن تختار تصميمها بحرص وحرفية. معنى إيه الكلام؟ زي ما اتكلمنا قبل كده، متهيأ لي في لايف مش عارف فين كده أو في فيديو فين برضه هتلاقوه موجود هنا على القناة، كنا بنقول إن مش شرط اللوجو يعبّر عن المعنى الحرفي للي أنت بتعمله. ملخص الكلام ده هو بيقول لك كده، يعني مش شرط علشان أعمل حاجة أو أعمل شعار لشركة بتاعة إلكترونيات إن أنا أجيب بقى حاجات إلكترونية ومش عارف إيه لأ، أنا ممكن أعبّر عنها بشركة أبل، تفاحة، بيبسي مشروبات غازية، تويتر منصة من منصات السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي. فهو بيقول لك لو عايز تلجأ لموضوع الشعار الأيقوني، حاول إن أنت تختار أيقونة تكون مُعبّرة أو تكون فيها حرفية، بحيث إن هي دي اللي هتلزق فيك بعد كده، تكون حاجة special، حاجة مميزة، بحيث إن أنت من الصعب تكرارها أو تقليدها وتكون خاصة بيك أنت. طالما أنت اخترت إن ده هيكون الرمز بتاعي، فاختاره صح، اختار الأيقونة اللي تبقى مميزة ليك، مش شرط تعبّر عنّك بشكل حرفي. أنا ال3 لوجوهات اللي أنا جايبهم دول مش بيعبّروا أصلًا عن الحاجة اللي شركتهم بتعملها. فهو الملخص اللي هو بيقوله ده، قال لك إن في نوعين حتى في الشعار الأيقوني، في نوع بيعبّر عن الكلمة اللي مكتوبة تحته، مش عن الشركة كمان، لأ عن الكلمة، عن اسم الشركة. أنت مثلًا اسم شركتك إيه؟ Apple. فالأيقونة بتاعتك عبارة عن تفاح. طب الاتنين مع بعض بيعبّروا عن الحاجة اللي الشركة بتقوم بيها؟ لأ، دي ساعتها نبقى نتصرّف فيها، بس إحنا دلوقتي في شعار الأيقونة. طيب حتى لو ما عبّرتش، فلازم تختارها بعناية وحرص وحرفية. النوع اللي بعده، النوع الرابع الشعار الكرتوني أو الماسكوت. هذا النوع من الشعارات يتكون من تصميم لشخصية كرتونية سواء كانت شخص أو حيوان يعبر عن العلامات التجارية بشكل ما. وهذا النوع من الشعار يخلق رابط قوي بين علامتك التجارية وبين جمهورك المستهدف والشخصية الموجودة داخل الشعار، لأن الجمهور سيرتبط في ذهنه اسمك بالشخصية الموجودة على الشعار الخاص بك. وهذا النوع من الشعارات يناسب العلامات التجارية المرتبطة بالأطفال والأسرة بشكل عام. هو هنا KFC وبرينجلز يعتبر من أصيع الشعارات اللي اتعملت، مناسب لكل حاجة. أنت بتلعب على العاطفة هنا، يعني هو ضربها لك بمثال الطفل، مفيش أكتر ممكن من عاطفة الطفل والأمومة مثلًا. فهو قال لك إن أنت لو عايز تعمل شعار من اللي هو الكرتوني أو الماسكوتس أو إن أنت بتستخدم شخصيةٍ ما كرتونية، فالموضوع اللي هو إيه، بتحس إن هو بتاعك كده، يعني الشعار لمسك كده، حاجة friendly. يعتبر من أنجح أنواع الشعارات. يبقى النوع شعار أو الشعار الكرتوني زي ما قُلنا إن هو من أنجح أنواع الشعارات، ممكن إن هو بيلعب على العاطفة شوية، بيبقى مرتبط بالأطفال والأسرة بشكل كبير، والأمثلة اللي عليه شُفنا شعار Pringles وشعار كنتاكي أو KFC. النوع الخامس الشعار المركب، دمج ما بين حاجتين combination. هذا النوع من الشعارات يجمع بين فكرة الرمز والنص في نفس الوقت، وفي هذا النوع يمكن وضع النص والرمز جنبا إلى جنب أو وضعهم فوق بعضهما البعض أو دمجهما معا ليكونوا صورة واحدة في النهاية. وأكتر ما يميز هذا النوع هو سهولة وصوله للعميل وثباته في الأذهان، لأنه يجمع بين النص وبين الرمز المرسوم أو الشخصية. ولهذا السبب سيساعدك هذا الشعار على تعزيز علامتك التجارية. وأشهر الأمثلة على هذا النوع مثلا دوريتوس أو برجر كينج. أظن إن الكلام واضح، إحنا خدنا الأيقوني وخدنا الوورد مارك، هو بقى خد لك الاتنين، مميزات ده ومميزات ده، أيقونة وكمان كلمة. أنت الكلمة بتربط الاسم في أذهان الجمهور، حلو أوي، والأيقونة بتبتدي معلّمة كده كلون والّا كشكل في دماغ برضه الناس، حلو.
هات بقى الاتنين، هات الحلو من هنا على الحلو من هنا حطهم مع بعض طلّع لي لوجو كويس. فهو شعار الcombination أنا بادمج ما بين حاجتين، ما بين كلمة وما بين الأيقونة. في نفس الوقت باحاول إن أنا أطلّع الكلمة بشكل مميز وفريد، وفي نفس الوقت برضه الأيقونة تكون عندي كويسة. النوع السادس معانا ويعتبر الأخير شعار رمزي أو الemblem يا ده يا ده. هذا النوع من الشعارات يشبه النوع مركب في فكره أو النوع المركب في الفكرة، فكرة الجمع بين النص والرمز، ولكنه يختلف عن المركب من حيث طريقة التكوين والشكل النهائي. يعني هو بيقول لك إن هو شبه الcombination اللي هو ده، بس بيختلف عنه من حيث طريقة التكوين والشكل النهائي. يميل هذا النوع من الشعارات إلى الشكل التقليدي والكلاسيكي، وهو أقدم أنواع الشعارات ويعطي إحساس بالعراقة والأصالة، ويتم استخدامه في تصميم شعارات الأندية والمؤسسات الخاصة والحكومية. ويتميز هذا النوع بكثرة تفاصيله وارتباط النص والرمز بشكل غير قابل للفصل. ولهذا السبب يكون هذا النوع أقل تنوعًا من باقي الأنواع، وأصعب في عمل تعديلات عليه. ده بُص أنا ضبّطت الدنيا فوق وجاي نايلها تحت. ومن عيوب هذا النوع هو صعوبة تطويعه وطباعته ليتناسب أو ليناسب كل تفاصيل علاماتك التجارية. فإذا قمت بطباعته على الكارت الشخصي بك سيكون عليك تصغير حجم الشعار بدرجة كبيرة، وبالتالي لن تظهر تفاصيله بالشكل المطلوب. أبرز الأمثلة على هذا النوع ستاربكس، BMW. أظن الكلام برضه واضح. شبه الcombination أو شبه الشعار المركب بيدمج لك ما بين أيقونة وما بين كلمة، أو ممكن كمان حتى الletter mark. BMW ده اختصار برضه لكلمة كده، وكان المفروض أجيبها كمثال بس لقيت إن الاسم طويل جدًا وصعب جدًا في النطق، فما رضيتش إن أنا أجيبه بصراحة. فهو هنا دامج لك ما بين حاجتين، وبيقول لك بقى إن أنواع الشعارات دي إلى حدٍ ما قديمة شوية، بنستخدمها في شعارات الأندية والمؤسسات الخاصة والحكومية، وكمان من كتر التفاصيل اللي بتبقى موجودة في اللوجو، فصعب جدًا إن أنا أطوّعه عندي على الشغل بتاعي. يعني صعب إن أنا مثلًا زي ما باقول لك كده أطبعه على كارت شخصي، فهاضطر إن أنا أصغّره فتفاصيله هتروح. كمان حتى لمّا باجي إن أنا أحوّله بقى لأبيض أو أسود، بحيث إن أنا أطبعه على فاتورة مثلًا أو أعمله تصميم لون واحد، تفاصيله برضه بتروح. يعني تخيّل معايا مثلًا BMW دي، تعالَ ادّيها color overlay كده باللون الأسود، أو أنت بتطبعها على فاتورة لون واحد، الموضوع بالنسبة لك راح. تعالَ هنا على Starbucks، طب ما أنت هتقول لي أنا هافرّغ الأبيض ده والأخضر ده هاخلّيه باللون الأسود. طب أنت عندك الأساسي الأبيض والّا الأخضر؟ الاتنين مش هتعرف، تفاصيله كتير، تمام؟ فيعني حاجة اللي هو الشعار بيبقى تكوينه قديم شوية، هو تقليدي وكلاسيكي، وفي نفس الوقت الناس ما بتلجأش ليه أوي، لإن إحنا زي ما قُلنا إن أنت صعب تطوّعه على الشغل بتاعك، مش مرن معاك. فحتّة المرونة في اللوجو اللي أنا أصلًا باعمل اللوجو عشانها وابتدي إن أنا أشتغل عليها، مش هتبقى موجودة عندي، هافقدها في الجزء أو في اللوجو ده. ده كان الشعار أو النوع السادس معانا وآخر نوع في أنواع الشعارات. حد عنده أسئلة في الجزء ده؟ ومع الشعار أو مع النوع السادس من أنواع الشعارات، الشعار الرمزي أو الemblem، نكون خلّصنا أنواع الشعارات بتاعتنا، ال6 أنواع اللي إحنا اتكلّمنا عنهم. مرورًا كده من الأول خالص letter mark أو الشعار النصي الword mark، الicon، وكمان الشعار الكرتوني أو الmascots، والcombination والشعار الرمزي. اتكلّمنا عن ال6 أنواع كل واحد بتفاصيله، وعرفنا كل نوع ممكن يمثّل لي إيه، وكل نوع إيه مميزاته وإيه عيوبه. وبكده نكون خلّصنا الفيديو ده أو المحاضرة دي أو الlive ده على حسب ما بنسمّيها يعني. برضه الناس اللي بتتفرّج علينا ومش معانا يا ريت تبعتوا لنا على رسايل الpage. باسيب link الpage أو link الجروب في الdescription تحت الفيديو. ممكن الناس تبعت لنا هنضمها في الجروب بتاع الواتساب، تنضم معانا في الlives اللي إحنا بنعملها دي، نتشارك خبراتنا مع بعض. ممكن أنت تشارك معانا في الtasks اللي إحنا بنعملها، نبتدي إن إحنا كل واحد بيقول رأيه، يشارك في خبرات بما يخص التصميم. كده يكون الفيديو بتاعنا ده خلص.